ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انت حاسس ان فكرك مشغول الايام دي؟ متشتت في كذا موضوع، مش عارف تلم مواضيعك كلها. حاسس كل ما تخلص موضوع تلاقي التاني وراه على طول، مش عارف تستريح. عايزه اقولك ان وانت في طريقك للنجاح وطريقك في شغلك عموما، لما انت تكون عايز تنجح في شوية مشاكل هتقابلك، بس انت هتعديها. وكمان في مشكلة ممكن تحصل لك في الشغل الفترة اللي جاية دي، بس انت تتخطاها لان انت حسيت ان انت بقى ليك مركزك، عليت كبرت بفضل الله تعالى. ان شاء الله. عايز اقولك ان انت جايلك رزق، في حاجة معينة في دماغك، نفسك تعملها، هتعملها بإذن الله. في أمنية انت بتتمناها نفسك ربنا يحققها، ادعي بإذن الله تعالى ربنا هيحقق لك الأمنية اللي انت عايزها دي. شايفاك محتار، كل شوية تقول الطريق سلك، الطريق بقى تمام، انا همشي لقدام، تلاقي حيطة وقفت قدامك قفلت لك الطريق ده خالص، قفلت احلامك وطموحاتك. بتكون مستغرب جدا من الحاجات اللي بتحصل دي، بعد ما تكون فرحان مبسوط ان الطريق اتفتح لك، ترجع تزعل تاني لان الحيطة قفلته تاني. اهم حاجة ما تتفاجئش برد فعل حبيبك لو كنت مقصر معاه، لان طبيعته وطبيعة شخصيته بتطلب منك الاهتمام. لو ملقاش الاهتمام اللي هو عاوزه اكيد هينكد عليك. او انا ببشرك دلوقتي، بعد الهم والنكد واللي انت كنت فيه ده كله، في انتصار وفرحة كبيرة هترد اعتبارك وكرامتك عن طريق اوراق مهمة جدا، لان في حد اذاك، بس الورقة دي هي اللي هتحل المشكلة. في وضع جديد وهتنتصر فيه، في شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك بالكامل، بس انت هتديه ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر ونيتك صافية. الشخص ده مش هندعي عليه عند الله. الشخص ده اساء ليك وخلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك كلام مش كويس، خلى سيرتك على كل لسان. نركن ده، بس انت بقى في خير وفرحة وايام جميلة جايالك. عديت بحاجات كتير جدا ممكن تكون دمرتك. في شخص غدر بيك، انت ما كنتش متخيل انه يطلع بالمنظر ده، ممكن يبقى شريكك او حد عزيز على قلبك. ان شاء الله حياتك هتتغير، ربنا يجعل لك الخير وهينصرك عليهم. في حد طعنك في قلبك مخليك تعبان جدا، العلاقة فيها طرف ثلاثي من الناحيتين، سواء كان مرتبط او مطلق، المهم في طرف ثلاثي. ابدأ غير من نفسك عشان تطلع انت اللي انتصرت في الاخر. في شخص ظهر على حقيقته، واوضاع كتير بينتهولك على الحقيقة. كمان سواء كان طمعان في المال او في اي حاجة تانية، المهم هو ظهر لك على حقيقته ان هو ما بيحبكش ومش بيحبك لذاتك، لا ده حب مصلحة، لانه قرب منك عشان ياخد مصلحته ويهرب منك بعد كده. هيعمل لك حالة نفسية، بس انت هتقعد مع نفسك وتفكر ازاي هتاخد حقك منه وتنتصر عليه. ربنا بيحبك، لان ربنا لما بيحب حد بيكشف له نوايا الناس اللي حواليه. انت بقى احمد ربنا انه كشفهم لك على حقيقته. نوايا الخير هي اللي دايما بتنتصر، وهي اللي دايما هتكون معاك. حياتك يبقى فيها تغيير، هتنتصر على اللي اذوك وجرحوك. وخلي بالك انت دايما مترصد، خلي بالك في حد معين مش سايبك في حالك، عمال يتجسس عليك، عايزين يعرفوا اخبارك، بيسألوا عنك، بيسألوا الناس اللي حواليك. ناس مسلطين، ناس معينة يتصلوا عليك ويعرفوا اخبارك عشان يوصلوا لحد معين اخبارك. الحد المعين ده بالنسبة للي كانوا مرتبطين وانفصلوا، هو الحد المعين اللي بيبعت يعرف اخبارك، واللي هو بيسلط الناس عليك. ليه بقى؟ لانه لما غدر بيك وجرحك
ممكن يكون حس بالندم او معرفش هو راجع ليه عموما. ممكن يكون ندمان ندم كبير على انه غلط في حقك وعلى الأذية اللي سببها لك. لقى نفسه كان غلطان لما استغلك. هو عموما هتلاقي فيه تغييرات وهتسمع خبر حلو. العلاقة العلاقة بقى اللي فيها الشريك او الشخص المعين اللي راجع ولقى نفسه غلطان، العلاقة دي انت اللي كنت صاحبها وانت اللي كنت متمسك. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. حاول تشوف انت هتسامحه ولا لا. خلي بالك، في حية بتتلون على كل لون. هي دي السبب في التغييرات، او هي دي سبب عموما في تغييرات الشريك، وانه يعرف حد تاني غيرك، وسبب الخداع اللي حصل لك. خلي بالك انت داخل على مرحلة مواجهات، لان الحية دي كلامها كتير جدا وبتاخد من هنا وتحط هنا. في تغييرات بسرعة. هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة يعني ممكن تدخل على فترة فيها قرارات مهمة. قراراتك هتبقى سليمة، هتدي لنفسك دافع لتحديد هدفك. هتتحدى كل الناس اللي حواليك، في طاقة وحيوية ونشاط بعد الكسل والخمول. والأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة، لا، كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة حلوة وطاقتك دي هتديك فرص. ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي وممكن يكون لتحسين المعيشة. عموما هيكون شغل تاني، ولكن بإذن الله يبقى فيه نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. ادرس امورك، ولو في حاجة صعبة حاول تتخطاها عشان ما تأثرش عليك. عندك امضاء ورق او اوراق مهمة هتمضيها على خير بإذن الله تعالى. الاوراق دي لما تخلصها تفرح، يعني في ورقة في ايدك هتنتهي منها وتقول الحمد لله ان خلصتها. في اخبار سعيدة، في انتهاء من امور هامة انت كنت شغال عليها، او حاجة مهمة كنت بتفكر فيها وشايل همها بقالك فترة. انتصار وفرحة كبيرة جدا هترد اعتبارك وهترد كرامتك. مرتين بتحس بانجذاب لشخص او زميل في العمل، لكن انت حاسس ان مزاجه بيتقلب من وقت للتاني. اوقات بيظهر لك اهتمامه وبيكون واضح، واوقات بيتجاهلك. انت بقى النصيحة ليك، خليك هادي ومتزن، ما تظهرش اي مشاعر من ناحيتك. انت سيبه مع نفسه لغاية ما الامور توضح وتعرف حقيقة مشاعره ناحيتك، عشان ما تتعرضش لأي استغلال من ناحيته لو طلع نيته سيئة. خاصة ان انت الفترة اللي جاية ممكن يعترف لك حد قريب منك بحبه، بس انت هتحس بتوتر وقلق لانك مش شايل له اي حب او مشاعر، ولا بتحس بأي حاجة تجاهه. هو منجذب جدا ووسيم، بس انت مش هتحس اي حاجة من ناحيته. في حاجة بقى بالنسبة للحب ليك، لو انت بتحب شخص معين ما تخليش الحب والمشاعر هي نقطة ضعفك، ولا يكون محور حياتك هو الحب. لازم يكون اهتمامك الأكبر لشغلك وحياتك الشخصية. طموحاتك وأحلامك وأمنياتك محتاجة المجهود مضاعف. ما تستسلمش لأوقات اليأس اللي بيمر عليك. خلي أهدافك قدامك مهما حصل، لأنها أهم حاجة. في أوقات انت بتحس بعسر هضم، وده بسبب الأكل بيكون مش مناسب لصحتك. اهتم بالأكل الأساسي، الخضار والفاكهة والعصائر الطبيعية، عشان تتجنب أي مشاكل صحية. بإذن الله في تغييرات إيجابية في حياتك بشكل عام، لأنك شخصية بتصبر على الوضع اللي بتكون فيه. بس في أوقات بتحس بالضيق، خاصة لو اتعرضت لظلم. بتكون الحالة اللي انت فيها بتكون في هدوء تام، مش عارف تتكلم ولا تقولي. لو هو ده أنسب حل عشان تخرج من أي مشاكل بتحط نفسك فيها. استحمل شوية عشان توصل لأهدافك. ما تتكلمش مع أي حد عن مشاكلك وأزماتك، لأن ممكن يستخدموها ضدك أو نقطة ضعف. حاول تعمل خطة عشان تحقق حلمك وهدفك، واوعى تيأس لو عدى عليك وقت ضعف أو حزن. ده كله هيخلص وينتهي بإذن الله تعالى. بتعشق الرومانسية جدا. بتتقدم في شغلك وبين صحابك، بتتعامل طول الوقت بضمير، وده كويس جدا.
بالنسبة للمرتبطين، حاول تسيطر على اسلوب حبيبك لانه ممكن يستغل طيبتك دي وضميرك لصالحه، ويبتدي انه يضغط عليك في اي حاجة هو عاوزها. خليك جد معاه ومحدد الكلام، ولو كنت بتاخد الكلام على اعصابك وبتوتر لازم تتمسك بالهدوء في بعض الاوقات. ممكن تهدى انك تشغل موسيقى او اي حاجة بتخليك تهدى وتستريح. اتجنب اي حاجة بتعصبك لان ممكن تزود حالتك النفسية لو انت اتضايقت. ولو كان ليك ازمات قبل كده ده مش معناه الفشل، لا، انت لازم تبدأ من جديد. خلي عندك حماس في اي حاجة في حياتك لانك شخصية بتحكم فيها عقلها اكتر من مشاعر. كمان في اخبار كويسة جدا قريب باذن الله تعالى نتيجة تعبك ومجهودك الزيادة في شغلك وجديتك فيه. اي قرار هتاخده الايام اللي جاية هيكون صح وهينجز امورك بسرعة جدا. وانت كمان عارف انك لو ما عملتش كده وخدت قرارات صح هتكون تحت ضغط ما بينتهيش. خلي بالك في ناس مهما عملت معاهم خير مش عاوزينلك اي نعمة واي خير يجيلك. ما تاخدش الامور دي بتوتر وعصبية، وابعد عن اي حاجة بتضايقك او بتوصلك لحالة نفسية.